السلام عليكم، وياكم مطبخ منى العزاوي. وصفة اليوم إن شاء الله كب كيك قطني، من الوصفات اللي أحب دايما أشتغلها للبيت. تنفع للعصرية أو للمدرسة بطريقة سهلة وسريعة. نشوف ما شاء الله شكله هواية حلو. قوام الكيك من الداخل أبيض وهش فترة طويلة. إن شاء الله تجربوه يعجبكم. طريقة ومقادير سهلة وبسيطة إن شاء الله. قبل ما نبدأ بالوصفة شجعونا بلايك من ايديكم الحلوة. عندي هنا كوب قياس ونص من طحين أبيض عادي. ضروري نتأكد من نوع الطحين إنه يكون خاص للكيك. الطحين الفاخر الكويتي ما يصير نستعمله. راح أنخله بشكل زين، ورشة صغيرة من الهيل المطحون هذا اختياري. البيكنج باودر راح أضيفه بالمرحلة الأخيرة. نخله بشكل زين ونخليه على جهة. عندي هنا 2 بيض كامل بدرجة حرارة المطبخ، كوب قياسي من الشكر. راح نستعمل الخلاط. راح أضيف البيض وأضيف الشكر ونكهة الكراميل. نقدر نستبدل النكهة ببرش برتقال أو ليمون أو فانيلا. راح أحركه بشكل زين إلى أن يذوب الشكر ويصير المزيج لونه أبيض. نص كوب قياسي من الحليب السائل بدرجة حرارة المطبخ، وأحركه مرة ثانية. نص كوب قياسي من الزيت راح نضيفه بالتدريج ونحرك بشكل زين. صار المزيج ويانا جاهز. مباشرة راح أصب الكمية كاملة على الطحين والهيل، وراح نبدأ نحركه. راح نشوف هنا إنه قوام العجين يكون ثقيل. ضروري هنا قوام هذا النوع من الكيك يكون بخفة وليونة قليلة. راح أضيف هنا ربع كوب من المي بدرجة حرارة المطبخ، كيس كامل من البيكنج باودر، نص ملعقة طعام من الخل. أنا استعملت هنا خل تفاح طبيعي. نقدر نستعمل الخل الأبيض أو الليمون. وراح أحركه بشكل زين. راح نشوف هنا إنه القوام يكون خفيف ولون العجين صار أبيض. مباشرة راح نبدي نملي قوالب الكب كيك. راح أترك نص الورقة فارغة. الفرن يكون عندنا حار بس من جوا. نخلي الحرارة على 150. راح تاخذ ويانا 5 دقائق. من ترتفع وتنشف نفتح الشواية. من نطلعها من الفرن نخليها تبرد بشكل كامل بالصينية. الكمية كاملة راح تطلع عندنا 14 قطعة بهذا الحجم. أنا هنا سويت مقدارين. ونقدمها بألف صحة وعافية. هذا الشكل النهائي إن شاء الله إلها. التزيين حسب الرغبة. أتمنى إذا عجبتكم الوصفة تشجعون القناة بلايك واشتراك، لأنه اللايك يرفع من القناة ويرفع من الفيديو. من هاي الوصفة للوصفة الجاية إن شاء الله. أترككم في حفظ الله ومع ألف سلامة.